السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دروس الربح والتقنية. معكم أحلام. اليوم إن شاء الله مع حلقة جديدة سأريكم محرك بحث جديد وهو خاص بالصور فقط. كل هذا بعد هذا الفاصل القصير. قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمي بسبسكرايب للقناة وعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك ومتابعتي في تويتر. جميع الروابط تجدونها هنا. ننطلق الآن إلى الموقع اسمه Every Pixel. سأضع لكم رابط الموقع أسفل الديسكريبشن. هو موقع محرك بحث، يعني مثل جوجل ولكن خاص فقط بالنسبة للصور. أوكي، طبعا هذا هي واجهة الموقع عند الدخول إليه، وبعدها تكتبون فقط الكلمة. على سبيل المثال نكتب يلا نكتب بيتزا، وقت الأكل يعني. كما تشاهدون هنا يعطي جميع الصور. كيف يعمل الموقع؟ الموقع يأخذ صور من جميع المواقع المشهورة الخاصة بحفظ الصور كأيستوك، شاترستوك، 123RF، فوتوليا. هذه جميع المواقع المشهورة كما تشاهدون، بيكستا، جميعها مشهورة الخاصة في الصور. ويوجد طبعا صور مجانية ويوجد صور مدفوعة. أوكي، المميز أنك فقط تكتب هنا الكلمة التي تريد وتقوم بعمل البحث كما قمنا من قبل. يعطيك هنا أيضا احتمالات للبحث. ثاني شيء يمكنكم فقط عمل أبلود لصورة توجد في حاسوبك، يعني يجب أن لا تكون تتعدى 5 ميجا بكسل، أو فقط بأخذ رابط من أي موقع تريد صور. على سبيل المثال سنقوم في جوجل نقوم بعمل بحث عن يلا نأخذ أي صورة. يعني هو يقوم بعمل فلترة للصورة والبحث عن صورة مشابهة لها. هذه كيف تعمل؟ تقوم بها بوضع صورة ويبحث عن صورة مثل على سبيل المثال نقوم بوضع السي. هناك ما تشاهدون البحر، سيبحث لي عن الصور. لم يجد مثل هذه الصورة، ولكن يقول لي هنا، يعطي لي proposition كما تشاهدون هنا. قال لي سي، نقوم فقط بالبحث هكذا. سيقوم هو بالبحث عن صور خاصة بالبحر. أوكي، مميز أيضا في الموقع أن هناك فلترة كما تشاهدون هنا، الإيماج سورس، يعني تقوم بالفلترة. على سبيل المثال أنت تريد صور الموجودة في موقع على سبيل المثال شاترستوك أو 123RF، تقوم باختيار الموقع. نحن سنتركها على جميع المصادر. أوكي، هنا نوع الصورة، إذا كنت تريد فوتو، illustration أو picture حسب ما تريد نتركها فوتو. هنا الأورينتيشن، يعني إذا كنت تريدها horizontal يعني بالطول أو vertical بالعرض، سنتركها كما هي أيضا. يلا سنقوم بتحديد الهوريزونتال. في كل مرة تقومون بعمل فلترة سيقوم هنا بعمل يعني ما قمنا بتحديده فوتو horizontal. هنا كولر، يعني تقوم بوضع كود الخاص بأي لون تريد. يعني يعطيك على سبيل المثال نختار لون يعني يكون في الأخضر. صور خاصة باللون الأخضر. أوكي، يلا سنقوم بإزالة هذه. هنا free area، ماذا يعني؟ يقومون بتحديد على سبيل المثال يلا نقوم بإزالة هنا البحر. ماذا نكتب؟ نرجع إلى البيتزا. أوكي، الآن نتكلم على الفري اريا. هناك ما تشاهدوا هذه الصورة خاصة بك، هذه الصورة. إذا قمت بتحديد هنا المربعات هنا من فوق، فهي سيعطيك ليس 100%، يعني أكيد النتيجة لن تكون 100%، ولكن على سبيل المثال أنا أريد أن تكون سأريد بيتزا هنا من الأسفل، ولا أريد أن تكون من الأعلى. سأقوم على سبيل المثال بتحديد هكذا. تحديد الاريا هنا، المساحة من فوق أن تكون فارغة، يعني لا أريد كما تشاهدون الآن يعطي لي صور مع إمكانية، يعني كما قلت لكم ليس 100% النتيجة تكون واضحة، ولكن من الفوق كما تشاهدون فارغة. جميع النتائج تكون فارغة، عكس إذا كنا إذا قمنا بإزالتها هكذا. ستشاهدون هنا تحديد مناطق التي تكون الصور فيها غير ممتلئة، فارغة. أوكي. نذهب الآن إلى اليمين. هنا only free image يعني المجانية فقط.
هذه الصور مجانية يمكنك استعمالها، عكس أخرى يعني تكون مدفوعة. وهنا with isolated معناها يكون مفرغة، يعني صور بيتزا مفرغة على سبيل المثال. كما تشاهدون هذه هي صور تكون مفرغة كما هذه. أنا إذا قمت بتحديد with isolated لن تحصل على المجانية. أوكي، إذا كنت تريد شرائها تضغط هنا ويأخذك إلى موقع شاترستوك عفوا. والمختلف هنا السعر، كم يكون سعرها في هذا الموقع وكم يكون سعرها في الموقع الآخر. أنت تقوم باختيار الموقع الذي تريد وتقوم بعمل باي. أخذني إلى الموقع وتقوم بشرائها. طبعا بالنسبة للمجانيات، بالنسبة للمجانية فقط نقوم بالضغط عليها، اختيار السايز، بعدها ذهاب إلى الموقع وعمل لها داونلود عادي. أوكي، أتمنى أن يكون أعجبكم ولن أكون أطلت عليكم. طلب صغير، لا تنسوا دعمي بسبسكرايب، اشتراك، أبوني للقناة، هذا ما أريد. لا يبقى لي إلا أن أقول لكم مع السلامة، في أمان الله.